انا عاوزه احلل مشكلتي. جوزي كويس في كل حاجه لكن كل شويه يخوني، ولما اكتشفت اتخانق معايا وعمل مشكله. يقعد فتره كويس وبرضه الاقي حاجات زي كده. اخر مره لقيته بيكلم بنته صغيره اصغر منه ب15 سنه، انا عارفاها، بنت واحد صاحبه، وبيهزر معاها كتير قدامي، وبقول عادي لحد ما لقيت رقمها عنده وكل شويه يرن عليها ويقول لي بسال على باباها، فونه مقفول. ولقيت رسائل كان بيحكي معاها في موضوع عادي، وبعد كده لقيته كاتب لها ايه اللي مسهرك، اوعي تكوني بتخونيني، ده انت اللي في القلب. خربت الدنيا معاه وفضلت مكلموش ويقولي ده هزار. بهزر معاها، دي زي اختي، ما كنت بقول لها قدامك هتجوزك، ومش عايزني امسك فونه ويحلف عليا. وانا تعبت وركبت محاليل ودخلت في انهيار عصبي. بحبه قوي واقول له مقصره معاك في ايه اللي ناقصك، يقولي مفيش، صالحني. وما قدرتش ما ادورش وراه قبل ما نتصالح. وفتحت الفون لقيته بعت لها ما سمعتش صوتك، وتعبت قوي اول ما شفت كده، بس ما رضيتش اقول له. وفتحت كذا مره ما لقيتش حاجه، والشك هيموتني وهموت من كتر التفكير. عايزه اتطلق ومش عايزه ابهدل بناتي وابني. مهديه الدنيا معاه لحد ما افكر هعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. تعبت ونفسيتي تعبت خالص. قلت له كلام كتير، حرام ودي بنت صغيره ومعاك بنات وعشان صاحبك. قال لي والله العظيم ما فيش اي حاجه بينا غير الهزار. قلت له انا مش عاجبني هزارك معاها. اتخانق برضه معايا. انا زهقت وتعبت، مش مغلط نفسه ابدا، عايزه انتحر وخايفه على عيالي يتبهدلوا من بعدي عشان امي توفت وكنت متجوزه وحاسه بيتم فظيع بعديها، مع اني كبيره بس محتاجه لها. امال الاطفال دي تعمل ايه؟ وهو يقول لي ما تخربيش البيت وبلاش الغيره دي. تعبت واعصابي تعبت. شوفي لي حل. بقيت بشك في اي حاجه بيعملها ومش مصدقه. التفكير هيموتني وهو مش حاسس بيا. بقول له ما تحترم نفسك وتحترمني. بس من ساعه ما قلت له دي بنت صغيره والكلام اللي انا قلته فوق ده، ما لقيتش كلام بينهم تاني ولا رنيت. هو غير الباسورد بس عرفته وما رضيتش اقول له. بفتح من وراه ومش قادره ابطل تفتيش. استنى اشوف حاجه تاني ولا اتخانق على انه قال لها ما سمعتش صوتك النهارده. بقول لا استنى يمكن كلامي اثر فيه عشان شفتش حاجه ليهم تاني بقالي اسبوع. نزلي مشكلتي من غير اسم. دي كان جزء من الرساله واتكلمنا مع بعض كتير قوي. وبعد كده غابت ورجعت لي تاني وردت عليا. قالت لي انا متجوزه من 8 سنين عن حب وبحبه قوي بغير عليه. حياتنا مع بعض كانت حلوه ومفيش مشاكل غير حاجات عاديه وبتعدي. اكبر مشاكلنا اني كنت بشوف حاجات على موبايله بيكلم ستات وكده وبتخانق معاه. هو حالف عليا الفون ما مسكوش، وانا من كتر الشك مسكته ولقيت حاجات عليه واتخانقت معاه. المهم انا اتعصبت واتخانقت معاه ومشيت. كنت همشي اروح بيت بابا لاننا في شقه لوحدينا، بس اهله مسكوا فيا وانا احتراما ليهم قلت خلاص ورجعنا. بس هو متغير جامد. ليا 6 شهور بصالح فيه وهو قلبه اسود، شويه كويس وشويه زفت، وانا تعبت ونفسيتي تعبت على الاخر. اخر حاجه سمعت انه عايز يتجوز. انا مش هقدر استمر معاه لو عملها، ومش عارفه افتحه في اللي انا سمعته ولا اسكت يمكن ما يعملهاش. ومخنوقه قوي. معايا 3 اولاد ما بقتش طايقه اي حاجه، مش بتكلم خالص. بيقول لي فضحتيني وخليتيهم يقولوا عليا بتاع ستات. طب ما انت السبب. وكمان عايز يتجوز. مش قادره، عايزه اتطلق. يا ريت تشوفي لي حل واعرضي المشكله من غير اسم اشوف اراء الناس. عايزه اقول لكم حكيها معايا في المشكله دي استمر 6 شهور. يعني الجزء الاول من القصه كان حوالي شهر 6 أو 7، والجزء الثاني من القصه كان في اواخر شهر 12. والوضع ما اتغيرش على ما هو عليه. هي بتحبه وهو بيخونها، هي بتسامحه وهو مش بيسامحها. يعني هي اللي عارفه انه بيعمل حاجات الغلط وهو اللي مش مسامحها ان اهله عرفوا. هو اللي بيكلم بنت صاحبه ومش مراعي ربنا في الصداقه اللي ما بينه وما بين صاحبه، وبيلومها هي ان دماغها فاضيه ويعني دي بنت صغيره وايه اللي هيخليه يتكلم معاها وايه اللي يخليه يقول لك وبيطمن على ابوها. انا عن نفسي بشوف ان راجل زي ده ما يتامنش. اللي خلى عيله اللي هي تبقى بنت صاحبه، يعني هما هو وصاحبه اكيد من سن واحد او من سن متقارب، ودي بنته، يعني الفرق ما بينك بينهم 15 سنه. دي بنت صاحبه وبيضحك عليها. لا في حاجه اسمها بيتكلمها كلام عادي ولا مش عادي. مش ده الكلام اللي بيدور دايما ما بين واحد وبنت صاحبه. مش دي نوعيه الكلام اللي بتحصل. مش دي طريقه الكلام ولا دي حدود اي علاقه زي كده. المفروض العلاقه دي بتبقى سلامات وطيبون فقط لا غير. يعني دي بنت صاحبه، ده راجل غير امين غير موثوق فيه. لا متضايق منها ومش عايز يسامحها وعايز هو يتجوز. الحل اللي انا شايفاه انه عايز يمشي مع السلامه، عايز يتجوز مع السلامه. قادره تنفصلي عنه، عندك وضعك المادي يسمح بده، انفصلي عنه. ليه تستني ما يجيلك انهيار عصبي؟ ليه تدخلي مستشفى؟ ليه تتعبي؟ ليه اعصابك على طول تبقى منهاره؟ ليه تفكري في الانتحار؟ ليه تعيشي في وضع يعيشك كل الاحاسيس دي؟ يعني على ابو الحب ده مش حب. الحب اللي يوصل البني ادم انه يبقى كاره عيشته ينعل ابو ده حب. حب ايه اللي يعمل في بني ادم كده؟ حب ايه اللي يوصلك ان انت تفكري كل الافكار السلبيه دي؟ يعني مش خاين لبيته ومراته بس، خاين امانه صديقه. يعني ده شخص ما عندوش ضمير اصلا. يتحب فيه ايه ده؟ انجي بنفسك. عندك القدره الماديه على ان انت تعولي نفسك ويكون ليكي حياه مستقله،
ما تتردديش. لكن صدقوني مفيش حب يخلي انسان يتدمر بالشكل ده، كل شويه يبقى تعبان وعنده انهيار عصبي، نفسيتها زي الزفت وبتفكر طول الوقت وشكه طول الوقت. الحياه دي ايه اللي نعيشها بالشكل ده، اللي يبقى كلها شك وتوتر وقلق وخوف؟ هيخوني، بيخوني، لا مش بيخوني، لا بيعمل ايه، طب بيسوي ايه؟ الحياه مع شخص زي ده مستحيله. بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ لا وقال ايه بجحته، هو اللي زعلان عشان اهله عرفوا وهيقولوا عليه بتاع ستات. امال انت بتاع ايه؟ بتاع بلين، بتتكسف، مش عايز حد يشوفك بشكل وحش. احترم نفسك. انت تحترم نفسك الناس هتشوفك بشكل كويس. تحترمش نفسك لازم تتشاب بالطريقه دي، ولازم ده يبقى طريقتها معاه. انت مش محترم نفسك، مش عايز يسامحك عنه ما سامحك. هو يعمل الغلط ويحاسبك على رد الفعل، ده الفجر بعينه، ان حد يعمل غلط ويحاسبك انت على رد فعلك. في النهايه هي مستنيه برضو ارائكم وتتصرف معاه ازاي. اللي عدى بمشكله شبيهه، وانا عارفه ان كتير بيعدوا بمشاكل شبيهه او شاف مشكله شبيهه، لكن انا مع ان هي ما تتحايلش عليه ولا تصالحه. هو اللي عامل الغلط وهو اللي عليه ان هو يحترم نفسه، يا اللي تسيبه لو هي عندها المقدره الماديه انها تعول اولادها. دايما بقول دايما ده بيقف عائق كبير ما بين ستات كتير قوي والطلاق، انها ما تكونش عارفه تعول نفسها بعد الطلاق او ما عندهاش الاستقرار المادي. الاستقرار المادي اللي دايما بكلمكم عليه والاستقلاليه الماديه لاي ست اللي بتنجيها من اوضاع زي دي للاسف. وتنويه اخير، جميع القصص اللي بتجيلي هيطلع عليها اي حد غيري ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا زي القصه دي. في النهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستيه، ويومكم سعيد.